فرق كبير ما بين تنظيف الجير والتبييض. طبيعي ان الناس اكترها بتيجي تغسل سنانها كده، تمسك السنان. ده انا ده غلط. قررت اخد بعضي النهارده واروح علشان خاطر ابيض سناني، واتوه في القاهره لحد ما اوصل للعياده. من بيتي لحد العياده مسافه كبيره جدا. عملنا كل حاجه ممكن تغير لون السنان بجد. شربنا قهوه، اكلنا شيبسي في الوان صناعيه، اكلنا فول وطعميه، واكلنا شوكولاته. واول ما وصلت قبل ما اوريكم اسناني قبل وبعد، لازم اخدكم الاول في رحله تبييض الاسنان عامله ازاي وبيعملوا ايه جوه في العياده. وبعد لما كانوا بيجهزوا لنا العياده اخيرا دخلنا للدكتور. انا دكتور محمد سلامه في عياده سمايل اب. ابتدت الحكايه. الدكتور قبل ما يبدا اتفق معانا انه هيعمل 4 خطوات النهارده، وهيورينا مع بعض كل الخطوات ديت. اول خطوه هيكشف على اسناني بالتفاصيل جدا. جميل، الدنيا كويسه. تنظيف الجير نعمل بعديه تلميع، وده بيرجع السنان للونها الطبيعي، للناتشرال كولر بتاعها. قبل تنظيف الجير الدكتور هيبدا ينظف السنان من الشوائب مكان الفول والطعميه اللي اكلناهم. تالت خطوه جهاز تنظيف الجير. اول حاجه هنا بدانا ان احنا عملنا سكيلينج اللي هو تنظيف الجير. الدكتور دلوقتي بينظف الجير عشان يدينا طبقه اللون الطبيعيه بتاعت السنان. طبعا عشان نشيل الجير، وبعد كده لمعنا الاسنان. ودلوقتي هنخش في خطوات التبييض. بعد كده بدانا في الستبس بتاعت التبييض. رابع خطوة الجهاز ده الدكتور هيبتدي يلمع بيه السنان قبل خطوة الليزر. كل الخطوات دي عشان تدي اكتر درجات التبييض للاسنان. ده حطينا تشيك ريتراكتور عشان نبعد الشفايف، نبعد كل حاجه. قول لي انت مرتاح كده؟ اوكي. طبعا الماده الزرقاء اللي احنا حطيناها دلوقتي دي حاجه اسمها جينجفال بارير. دي اهم حاجه بتعملها ان هي بتحمي اللثه عشان البليتشنج ايجنت اللي احنا بنستخدمه ما يجيش عليها. المادة دي عشان تمنع اي خطورة للثة، سواء من الشعاع بتاع الليزر او من المادة اللي بينظف بيها الاسنان. وبكده نكون قربنا على الليزر. المادة البيضاء البليتشنج ايجنت بتاعنا اللي هي الماده البيضاء اللي احنا حطيناها دي، طبعا دي بنحطها نبدا نوزعها على السنان كويس جدا قبل ما نبدا نستخدم جهاز الليزر بتاعنا. وبكده نكون قربنا على الليزر. طبعا الريزلتس بتاعت التبييض بتفرق من بيشنت لبيشنت ديبندنج على الاستجابه بتاعت العيان نفسه. في بيشنتس من سيشن واحده ممكن يزيدوا 4-5 درجات، في بيشنتس ممكن يزيدوا اكتر، في بيشنتس ممكن يزيدوا اقل، لكن الرينج نفسه الافريج من 4-7 درجات، ده الافريج بتاعنا في كل سيشن. الماكسيمم سيشنز اللي ممكن نعملها في مره واحده هي 3 سيشن. قربنا اخيرا نشوف النتيجه النهائيه. مش متخيل ان انا في يوم هروح ابيض سناني. اخيرا كده خلصنا الليزر. هنشوف قبل وبعد. اول ما شالوا لنا كل حاجه كان لازم نشوف قبل وبعد بالتفاصيل، ودي كانت النتيجه. النتيجه جدا جدا مختلفه ومبهور بالاختلاف. بس الاهم من كل ده لازم نقعد مع الدكتور نشوف ونسمع هيقول لنا ايه مهم عشان خاطر نحافظ على اسناننا. هي ان احنا بنبعد عن اي حاجه ملونه. اوكي، اتليست 10 ايام مفيش شاي، مفيش قهوه، نسكافيه،
اي حاجه حتى اكل في الوان زي مثلا مكرونه ريد صوص ما تنفعش. ممكن نستبدل كل حاجه دي بحاجات بيضاء، يعني ممكن بدل ما تاكل عايز تاكل مكرونه بدل ما تاكل ريد صوص تاكل وايت صوص. تمام. اللبن والحاجات دي حلوه، كل الحاجات اللي لونها ابيض حلوه. بيبسي ما ينفعش، ممكن نشرب 7 اب ماشي. فاهم الفكره؟ اي حاجه ملهاش لون او لونها ابيض تمام. فرق كبير ما بين تنظيف الجير والتبييض. تنظيف الجير دي حاجه more of health wise، لكن التبييض حاجه تجميليه اكتر. ممكن تحس كده فجاه شويه وجع، انا حاسسها دلوقتي وانا بتنفس كده بالظبط. تحس الهواء هيضايقك ساعات، الحاجات الساقعه هتضايقك، ممكن اصلا لوحدها كده تيجي سنه وجع كده. ايوه انا حاسس. اهم حاجه الفرشه اللي تستخدمها عامه تبقى ميديوم، عشان في ناس بتستخدم فرشه الهارد ودي غلط. طبيعي ان الناس اكترها بتيجي تغسل سنانها كده، تمسك السنان ده انا ده غلط. اوكي كده انت مش بتنظف كويس، زائد ان انت بتبرد جامد قوي في السنان. اوكي الطبيعي ان انت السنان اللي فوق هتجيب السنان اللي فوق تبدا تغسل من فوق لتحت، براشنج موشن كده، تبدا من عند اللثه وتنزل على السن. من عند اللثه وتنزل على السن. تعمل كل ده فوق لحد الضروس اللي ورا وتحت لحد الضروس اللي ورا. بعد كده تعمل نفس الحاجه من ناحيه لسانك تحت، من ناحيه لسانك وفوق برضه من الناحيه اللي جوه. تفضل ماشي كده. بعد كده يبقى لك حاجه واحده اللي هي سطح الضروس من فوق. تمشي على سطح الضروس من فوق عادي بقى كده. شكرا يا دكتور، تسلم لي حبايبي، مع السلامه. قلت اخدكم معايا كتجربه عشان تشوفوا تبييض الاسنان بيبقى عامل ازاي بالليزر، وايه الفرق ما بين التبييض وايه الفرق ما بين تنظيف الجير. واللي يعجبك اكتر في العاده دي ان انا ما اتفقتش معاهم ان انا اصور، هو انا رحت وصورت، محدش بص لي بصه غريبه، محدش اتخض، محدش قال لي لا ممنوع التصوير. كل حاجه كانت ماشيه سكينه في الحلاوه. الفيديو ده مش سبونسر ليهم ولا اعلان ليهم خالص، بالعكس انا نقيت انا نقيت بالذات العاده دي عشان عجبتني نفسيا. بصراحه انا كنت منبهر جدا بالتفاصيل اللي جرت معايا. وبعد ما خلصنا رحنا السوبر ماركت نشتري الحاجات اللي احنا محتاجينها من هناك. انا حاسس احساس غريب، حاسس ان انا عايز ادخل اعمل بقي كده. انا مش هعمل كده. طب يا يا جدعان، ده مش جلاس اكيد، ده دكتور حط لي فيتامين اي لازم. كده يبقى فيديو النهارده خلص. متنساش لو الفيديو ده عجبك تعملي لايك وسبسكرايب وتستنى الفيديوهات الجديده اللي انا انزلها. ولو عجبتك التجربه بتاعت النهارده ما تنساش تسيب لنا اللايك، ما تنساش طبعا تتفرج على الفلوجات اللي انا عاملها، وان شاء الله هقدم لكم افكار من دي جديده وجميله جدا تقدر تفيدكم وتقدر فعلا تعجبكم. ما تنساش تعملوا لايك وسبسكرايب، ومع السلامه.